السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا بقى نبدأ روتين مع بعض كده، ايه في السريع. اول ما صحيت من النوم طبعا فطرنا الحمد لله، بس دخلنا بقى على الشغل على طول. كان لازم اغسل الهدوم عشان الرمله طبعا، والدنيا ما ينفعش خالص. احنا جينا امبارح متاخر، كنا جايين الساعه 3 بالليل، فيدوب بس استحموا وناموا على طول. فطبعا سبت كل حاجه زي ما هي، قلت بقى اتوكل على الله بقى واغسل الهدوم. وبعدين طلعت بقى ايه، اروي الزرع. شايفين كان ناشف ازاي؟ يعني انا كنت رويت جزء والجزء التاني كنت مستعجله، يعني كنت بعمل الحاجه وعايزه اخلص بسرعه، فقلت بقى ارويه بسرعه. والمفروض ان هو كده غلط اصلا، ما ينفعش ان انا اصب مره واحده، لا المفروض ان انا اصب واحده واحده. عشان ايه؟ طول ما انا مستعجله الميه بتنزل من القصيص تحت، فده اكبر غلط اصلا للزرع. طبعا بقى كنت نشرت والحمد لله قلت بقى ايه، ابص كده بص على الزرع، بس ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. الكلام ده اصلا كان خلاص قربنا على العصر، فكان الجو تحفه، كان جميل ما شاء الله. بس بقى انا زعلانه قوي اتخدش مني امبارح، بس قدر الله ما شاء فعل. طبعا كان لازم اغسل العلب بقى والحفاظات وكل حاجه انا خدتها، والكاتل بقى والكولمن وكل حاجه، عشان الحاجه تنشف على اخر اليوم ونشيلها مكانها. يوم بقى ان شاء الله ربنا ايه ادانا طول العمر نبقى نطلع تاني بامر الله. اهم حاجه عندي الولاد فرحوا، دي اهم حاجه. طبعا انا عادل كان تعبان وبعدين بقى قلت ايه، مادام اليوم مشغول طول اليوم، فانا اعمل بقى ايه، اعمل لهم شويه لسان عصفور وايه بقى يعدي اليوم يعني كده. فكان لازم يعني ان انا ايه اعدي اليوم على اي حاجه، فعملت لهم شويه لسان عصفور وشوربه. وكان عندي بقى شويه ايه بط، بقيه البطه، فقلت بقى افصصها لهم كده واحطها لهم بقى، كل واحد ياخد طبقه. هم اصلا ما كانوش نفسهم ياكلوا خالص، يعني قعدت اتحايل عليهم والله الصبح وليه، هم مفرهدين. فكان ايه، قلت اعدي اليوم فرصه بالنسبه لي، اعديه خفيف خفيف. لسان العصفور اصلا مش بياخد اي وقت خالص، وعلى فكره مفيد جدا، بس اهم حاجه الشوربه بتاعته لازم تكون بصراحه ما ينفعش معاه شوربه بيضه خالص. هي لازم تكون مثلا يا اما شوربه لحمه، شوربه فراخ، شوربه خضار، بتبقى حلوه برضو ولذيذه. فقلت بقى فرصه، عادل اصلا مش مستطعم الاكل خالص، يعني عايز حاجه تسلك زوره، فكان لازم ان انا اعمل له اي حاجه فيها شوربه. شايفين ما اخدش معايا وقت خالص، يعني خصوصا كمان ان انا اتعمدت ان انا اعمله في طاسه تيفال او حله تيفال عشان بتسوي الاكل بسرعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا حضرتوا معايا كتير ان انا اعمله ازاي لسان العصفور، طريقته سهله جدا وعملته كذا مره معاكم، مفيهوش اي حاجه خالص. فقلت بقى ارطب عليهم واعمل لهم شويه كركديه، فعملته سريع سريع. علاء مش سايبني في حالي، علاء مشكله، لازم يعمل حاجه، لازم يبوظ فيديو وانا بسجل، لازم يبوظ اي حاجه خالص، مش سايبني حرفيا يعني. ربنا يبارك فيه يا رب، اللهم امين، ويبارك في اولادكم جميعا. انا بقى كنت خلصت الكركديه، وبعدين قلت بقى ايه، احطه في التلاجة على طول قبل ما يطلع عادل. اكون انا ايه، قبل ما يقوم عادل من النوم، يعني يكون هو الحمد لله بقى ساعة شويه، لان عادل بيحبه قوي والولاد برضو بيحبوه. عايزه اقول لكم بقى ان انا ايه، بعد ما خلاص خلصت قلت بقى اقعد ارتاح شويه كده واشوف بقى ايه، ما ورايش حاجه. فقلت بقى ابص على الكتب والكراسات. خلاص احنا بدأنا دروس فريدة بقى عشان سنة 5. لازم بقى منقلة ولازم بقى ايه ادوات هندسية. فانا بفرح بالحاجات دي قبليهم هم كمان، يعني قبل هم ما يفرحوا انا كمان بفرح والله. انا اللي بفتح الكيسة وانا اللي بشوف الكتب وبشوف الكراسات، بحب قوي اشوف الاشكال.
الكراسات بتبقى ورقتها جميله من جوه كل حاجه، بس إيه بحب اشوف انا الديزاين بتاعها بتاع كل سنه. شايفين كل كتب ليها رسمه معينه، كل كتاب ليه رسمه معينه، يعني بتاع ياسين غير بتاع فريدة خالص. بس بحب، بصوا يعني ما شاء الله الكتب جميلة تفتح النفس كده عن المذاكرة. ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم دايما من المتفوقين. فاوريكم دلوقتي بقى ايه، برية جميلة. بصوا دي كانت الكراسات بقى، وقلمة بقى ايه، عادل دايما بيجيب قلمة عشان الشغل ليه هو، وكان جايب بقى الفريدة لان كانت الفريدة بتكتب ب... بأزرق واسود. فهو كان جايب بقى ايه، الرصاص عشان ياسين، وفريدة جاف. دي بقى كانت الكراسات بتاعتنا، جبنا 40 و60. مرضتش اجيب عن كده لان هما ما شاء الله مش بيقعد معاهم حاجة. لو جبت اكتر من 60 مش بتقعد معاهم الجلاد، طبعا الجلادات بتتقطع وكراسة بتتبهدل. عندهم بقى فكرة لما اقول لهم مثلا نروح درس القرآن او حاجة، ممكن ياخدوا المصحف وياخدوا القلم يوقعوا في الطريق وهم ماشيين، وياخدوا السكتش بتاعهم. البرايه دي انا جايباها ليه انا، يعني اي حد يمد ايده عليها انا مش هسامحه صراحه. لما بياخدوا البريات بيخلصوا بيها الاقلمه بطريقه لا تطاق، فانا ايه بجيبها وبحطها معايا. اي حد عايز يبري بقى، بس هما بيضحكوا عليا طبعا وبياخدوها من ورايا، معلش يا ماما. وفي الاخر يجيبوا لي القلم قد عقله الصوبع. يقولوا لسه احنا اتقصف مننا فايه، فقعدنا نبري فيه. وانا طبعا ايه اقول لهم ماشي حاضر، ما بحبش ازعلهم والله. بصوا انا بحب اجيب اتش بي، بيبقى القلم بتاعه بيبقى سميك، وما شاء الله بيبقى خطه حلو قوي ما شاء الله. يعني هو ايه نادرا قوي لما تلاقي مثلا ايه القلم خلص بسرعه، لا هو ما شاء الله بيقعد فتره طويله وبيبقى جميل يعني. بنكتب بيه الخط بيبقى واضح وبيبقى حلو قوي كده. حرام المصحف حرام. بصوا بقى العسله، بصي البريه الجميله دي، ايه رايك؟ حلوه جميله صح؟ عايزه ماما. قول لي ياسين هات البريه بتاعتي او ديده. ضحكت عليه. البريه دي عسوله خالص. عايزه اقول لكم اصلا هم مطلعين الحاجه حسب السنه دي مطلعينها حسب بقى ايه الشنط الجديده والشوزات الجديده. روعه حرفيا جميله، حرفيا تحفه. يلا بقى ايه، كان فاضل شويه لب وسوداني من امبارح في بيبي سنس. فاضل شويه لب وسوداني من امبارح فانا قلت اقعد شويه، بس هم ما شاء الله ايه بقوا حواليا. وكان حتى عادل والله كان عايز يغير طعم بقه، ما حسش خالص بطعم اللي هو الذره دوت اللي هو الاصفر. فقلت بقى اعمل له ايه طبق لسان عصفور على شويه شوربه، وحدتين بقى ايه من اللي هو مرضيش صراحه احمر البط. قلت لا انا احطه لهم كده ايه اكن دي قطع لحمه. بصوا كنت انا مقطعاها اصلا قطع صغيره خالص عشان تطيب بسرعه. فطلعت بقى الشوربه وطلعت بقى المنابات كده، طلعت المنابات حتت صغيره كده وحطيت لهم على الوش، فاللي يجوع بقيت احط له مع ديده يا لولا. فحطيت له والله طبق وعصرت عليه ليمون كتير بحيث ان هو ايه يعرف يبلع. بس هو برضو في الاخر قال لي انا حاسس ان انا باكل حاجه تانية غير الطعم ده خالص، يعني كل حاجه متغيره في بقي، مش عارفه في ايه. طب الحمد لله، اللهم ديمها نعمه يا رب علينا واحفظها يا رب من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا والله انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احط له ليمون كتير. حتى كمان قلت له اعمل لك شاي، قال لي لا انا مش عايز شاي، اعملي لي حاجه دافيه. فدخلت بقى عملت له ليمون وكترت له الليمون، حطيت له حوالي 2.5 ليمون كبير مش صغير كمان. فعصرت له ليمون كتير، بس حطيت عسل كتير عشان زوره يسلك ويبقى يعني ايه يعرف ياكل كويس. انا سألت نفسي سؤال، ليه دايما الانسان بيسيب نفسه لغايه ما يتعب قوي؟ يعني ليه دايما مثلا انا حسيت بالوجع، طب ما مثلا معلش اروح اكشف. عارف مثلا ان انا تعبان عندي اعراض مثلا معينه ظاهره عليا جات لي قبل كده، ليه مثلا ما اتعاملش؟ ليه دايما لما يكون مثلا في حاجه بتوجعني اسكت شويه واخد مسكن، واصل الالم بيزيد، ما هو لازم علاج. هو الالم مش هيفضل، انت كمان بتسكنه يعني انت بتاجله. ليه دايما الشعب المصري بيحب يروح الصيدليات؟
ما ده دكتور عايز يبيع على فكرة. انا رأيي في الصيدلية في دكاترة على فكرة معدومة الضمير حرفيا. سبحان الله، الله يسهل للناس جميعا، بس اي حد تعبان لازم ما يسكتش للاخر خالص، لازم طبعا ايه يشوف هو عنده ايه ويروح يكشف مثلا، او هو جاله الدور قبل كده فمن البداية كده ايه يلحق نفسه بدري بدري يعني. هو صراحة الدور البرد ده يعني في الصيف مزعج، حرفيا مزعج، يعني الدنيا حر ومع برد، فالحمد لله دائما وابدا. اتمنى بقى تدعموا القناة، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. بحبكم في الله وبحب تشجيعكم كمان، اتمنى تحطوا اللايك بعد اذنكم يعني، عشان القناة تكبر بينا والاشتراك بعد ومعاكم. اذنكم. والاشتراك عشان خاطر استاذ ياسين.